في ظل ما احنا بنتفرج على المنصات المصرية والمسلسلات المصرية وبنستنى مسلسلات رمضان اللي جاية، وبرضه في مسلسلات أجنبية بنتابعها في الأوقات دي لسه نازلة جديد، بنتفاجئ إن منصة واتشت نزلت مسلسل جديد بطولة النجم أحمد مالك، والمسلسل ده اسمه مسلسل تحقيق. والمسلسل ده بيحكي عن قصة كتاب نزل جديد عن كاتب محدش يعرف الهوية بتاعته تماما، لكن الكتاب ده بيتكون من شخصيات، واللي بيعرف يحل الألغاز بتاعت الشخصيات ديت بياخد جايزة 300,000 دولار. يلا بينا نشوف قصة المسلسل كلها. Came in 17. Damn. Give me my money. بداية كده، لو انت بتحب القراءة والكتابة والقصص والروايات والكلام ده كله هتكون مستمتع جدا وانت تتفرج على المسلسل ده، ان هو مسلسل روائي. هي اي نعم القصة مش حقيقية، بس هو مسلسل بيحكي عن كتاب وشوية شباب بيحاولوا يحلوا الالغاز دي. الشباب دي طبعا ممثلين احنا عارفينهم، ممثلين شبان. مثلا بطل المسلسل هو احمد مالك، طبعا خالد انور، طارق عماد، وهدى المفتي، وغيرهم بقى ممثلين كبار طبعا، بس كانوا طالعين بادوار ظهور شرف. يعني بنشوف ان هشام اللي هو بطل المسلسل اللي هو احمد مالك شغال في مكتب انقاذ المنتحرين. المكتب ده وظيفته بتكون ان هو المنتحرين بيتصلوا بيهم وبيسمعوهم وبيشوفوا مشاكلهم ايه وبيساعدوهم. يعني يحاولوا يساعدوهم بيعرفوا، ما حاولوش يساعدوهم فبيكونش قدامهم حل غير ان المنتحرين دول بينتحروا. ان المنتحرين دول كل اللي هم طالبينه من الناس كلها ان حد يسمعهم بس. بنشوف ان واحد اتصل على هشام اللي هو شغال في المكتب دوت وبيقول له انا عايز انتحر بس مش لاقي حد يسمعني، فبيقول له ناس مسين، وبيحكوا له بقى القصه بتاعته كلها. نعرف بعد كده ان الشخص اللي اسمه سين دوت اللي كان بيكلم هشام في التليفون هو شخص من شخصيات كتاب تحقيق. بنعرف بعد كده ان خالد كان بيصور حاجات تبع الكتاب بتاع تحقيق دوت لانه هو عايز يوصل للغز. طبعا بيتمسك وبينضرب وبيكسروه. وبنعرف ان هو قرا الكتاب ده اكتر من 3-4 مرات وما وصلش لحاجه مفيده. بنشوف بعد كده ان هشام بيروح يزور خالد صاحبه اللي رجله اتكسرت بسبب ان هو بيجيب تفاصيل عن الكتاب، لكن طبعا خالد بيطلب من هشام ان هو يجيب الكتاب دوت ويقراه، ولو قراه هيتسحل فيه ومش هيعرف يخرج منه، ويعني لو عرف يوصل لحل فيبقى بيساعده ان هو ياخد الجائزه 300,000 دولار دي في الاخر. لكن طبعا هشام بيكون رافض الموضوع، بيقول له ان ده جنان وانا مش عايز ابقى زيك في الاخر. بنشوف بعد كده هشام ماشي بالعربيه بتاعته بالليل ورايح المكتبه عشان يشتري كتب هو عاوز يذاكر فيها، لكن هشام بيلاقي كتاب اسمه كتاب تحقيق اللي خالد صاحبه بيقراه وقراه اكتر من 3-4 مرات. طبعا هشام بيفتح الكتاب وبيبدا يقرا فيه اول صفحه وبيعرف ان فيه تفاصيل مهمه للكتاب دوت وشروط لازم يكون ماشي عليها، ومن هنا بتبدا السحله في الكتاب. بيعرف هشام ان في 7 عناصر لازم يحقق الاتزان فيهم علشان يكون معدي كل حاجه في الكتاب، يعني لازم يكون موازن بينهم، مفيش حاجه فيهم ازيد من التانية علشان الموضوع ما يبص. ولو انت لقيت طرف زايد عن الطرف التاني من ال7 عناصر دول حاول انت تتخلص منه علشان تحقق التوازن الكامل. بيقلب في اول صفحه في الكتاب وبيقرا الكتاب وتفاصيل الكتاب وارشاداته، وبيخش في الصفحه الثانيه والثالثه والرابعه وبيلاقي ان الكتاب بيتكلم عن 5 شخصيات، كل شخصيه ليها عنوان وليها قصه معينه، والكتاب بيكون طالب من اي حد بيقراه ان هو يشوف العنوان اللي موجود في الكتاب ويروح عنده. طبعا هشام بيروح عند اول عنوان بيقابله في الطريق في وشه في الكتاب. يروح هشام عند صاحب العنوان دوت وبيكون شايف ان في فيلا كبيره جدا وعربيات فخمه جدا واقفه، وصاحب الفيلا اسمه محمد العوضي. محمد العوضي دوت كان اول شخصيه الكتاب بيتكلم عنها في حق التوازن. يدخل هشام يعرف منه القصه كلها وازاي وصل لهنا وازاي حقق التوازن الكامل ده. بيفهم منه ان كل الشخصيات اللي هيلاقيها في الكتاب دي كان عندها تلف وحاجه مضايقاها في حياتها، ولما اتخلصت منها حققت التوازن. ال7 عناصر دول بيكونوا اللي هم المال والصحه والجمال والزوجه والابن والست والعقل. 7 عناصر لازم يكونوا متساويين قد بعض علشان تحقق التوازن الكامل. فعرف ان التلف اللي كان عند محمد العوضي دوت هو مراته، لان مراته كانت جميله جدا وهو كان مستكترها على نفسه، وكانت حياته متدمره بسبب ان مراته محققه كل حاجه في الجمال. فلما اتخلص من مراته ربنا كرمه وفتح عليه وبقى من اغنى اغنياء البلد. طبعا بيخير هشام، بيقول له يا اما انت عايز تكمل في الكتاب ده كمل، لو مش عايز تكمل روح. طبعا هشام في الاخر بيقرر ان هو يكمل في الكتاب علشان يعرف ايه التلف اللي عنده وحكايه الناس دي كلها. حب يفضل مكمل قراءه في الكتاب وبيلاقي فيه فعلا عناوين ناس موجوده بالظبط دلوقتي ونفس القصه بتاعتهم، وكل ما يروح ورا شخصيه معينه بيلاقي ان الشخصيه المعينه دي بتتكرر كل يوم في نفس الميعاد اللي كاتب فيه الحوار ده. يعني مثلا نروح يوم الاربعاء الساعه 10 عندي كذا هتلاقي فيه كذا، ففعلا هشام بيروح بيلاقي كذا. طبعا مش هشام لوحده اللي بيقرا الكتاب ده، كذا واحد مشتري الكتاب وبيقراه، وكل شخص من اللي بيقرا الكتاب بيمشي ورا تعليمات الكتاب، بيروح في اليوم اللي الكتاب محدده بيلاقي نفس الموقف بالظبط. لكن السؤال الغريب اللي كان بيدور في دماغ هشام هو ان ازاي الكاتب عارف كل ده بالتحديد ومحدد اللي بيحصل ده بالظبط، بجانب كل اللي احنا بنشوفه من هشام دوت ان هو بيحب القرايه جدا، بيكون متميز في الكليه بتاعته وبيكون مخلص المنهج بتاعه وبيدرس المنهج الاكبر منه ب4 سنين وبسنتين وب3 سنين، بيساعد صحابه في مشاريع التخرج بمقابل مادي، وكمان بيشرح لهم المواد اللي واقفه قدامه. لكن بيكون في بنت هو بيحاول يتواصل معاها والبنت دي مرتبطه وهو ما بيكونش عارف يوصل لها ازاي، بس بيكون طبيعه هشام ان هو طيب وبيكون ساكت على طول وشخصيه معقده. يعني طبعا دي مش الشخصيه اللي هتكون عاجبه البنت اللي هو شايفها قدامه وبتحب الخروجات والسفر والرحلات والكلام ده كله، فبيقرر يفضل ساكت ويحط جواه وخلاص. صاحبه هشام بتحدد في يوم ميعاد مع
مع البنت دي لان هي صاحبتها وبتقول لنا عارفه ان هشام متميز وبيعرف يذاكر للطلاب كلهم بس بمقابل مادي، فهو ممكن يساعدك لو انت واقف قدامك حاجه في المنهج بتاعك. هشام بيعرف الخبر دوت وبيكون مبسوط جدا ان اخيرا لقى فرصه يتكلم فيها مع البنت اللي معجب بيها، وفعلا البنت بتتفق معاه على ميعاد في الكافيه بتاع الكليه وبيقعدوا عشان يذاكر لها. لاحظ ان هي مشغوله على طول ومش مهتمه بالمذاكره اللي هو بيشرحها لها، وبتتكلم في التليفون شويه مع الواد اللي هي مرتبطه بيه. فهشام لما بيحس بقله قيمه من حوار الموضوع دوت بيقوم جاي قايل لها احنا ممكن ناجل المذاكره النهارده اليوم تاني ويكون المكان ممكن تكوني فاضيه في اليوم ده برضه، يعني ما وراكيش حاجه. شهاب بيقرر يكمل في الكتاب علشان يعرف الشخصيات اللي بتقابله في الكتاب دوت واللي حققت التوازن واللي فيه منها لسه ما حققش التوازن، وبيكون مهتم بالتفاصيل جدا وبيكون منشغل في الكتاب اكتر من اي حاجه تانية في حياته. وبنشوف في حياه الشخصيات دي ان فيهم اللي مريض وفيهم اللي مراته بتخون وفيهم اللي ابنه عايز يقتله عشان ياخد الفلوس وفيهم اللي ما وراهوش اي حاجه خالص غير ان هو يتاجر في اسلحه ويتاجر في مخدرات. لكن الغريب ان كل ده موجود في الكتاب وكل ده بيحصل لكل شخص بيفتح الكتاب لاول مره ويقراه. طبعا هشام بيكون واقف قدامه شويه حاجات لكن بيكلم خالد صاحبه اللي قاري الكتاب 4 مرات. طبعا خالد ما كانش عارف يوصل لحل برضه في الكتاب ولا عارف يحل الغاز الكتاب ده. كان هشام بيسال خالد تفتكر ايه التلف اللي ممكن يكون عند اي شخص من الشخصيات ديت ولما شاله بقى شخص غني او مش غني قوي يعني، بس اهم حاجه حقق التوازن بين ال7 عناصر. لكن طبعا خالد بيكون لسه مش عارف ايه هو التلف اللي عند كل شخص من دولت وحققه علشان يجيب ال7 عناصر. يعني مثلا ممكن يكون شخص التلف بتاعه في فلوس، فلو دمر الفلوس بتاعته دي او حرقها يحقق التوازن. ممكن يكون في عياله، لو قتل واحد من عياله يحقق التوازن ويبقى حياته بقت مظبوط. كل واحد عنده مشكله في حاجه لو حلها بيحقق التوازن ده. هشام بيقرر يلف على شخصيه شخصيه زي ما الكتاب بيقول له ويروح كل العناوين اللي موجوده في الكتاب. كل ما يروح مكان فيه شخص جديد بيلاقي شخصيات بتقرا الكتاب لاول مره موجوده زي هشام بالظبط في نفس المكان. طبعا هشام بيسال نفسه نفس السؤال اللي بيساله كل مره، هو ازاي الشخصيات دي ماشيه بترتيب مع الكتاب وازاي ما بيزهقوش من اللي بيعملوه ده؟ هل ده تمثيل ولا هل ده حقيقي ولا هل الشخصيات بتاعه الكتاب دي كلها متفقه مع الكاتب بتاع الكتاب؟ طب هو مين صاحب الكتاب ده اصلا ومين اللي عمله ومش فاهم هو عمله ليه؟ لكن طبعا هشام بيكمل قرايه في الكتاب وبيحاول يمشي زي ما التوازن بتاع الكتاب بيقول. طبعا ده بيبان على الشخصيه بتاعه هشام ان هو بيحاول يوازن بين الصحه والجمال اللي في حياته. استمر هشام في ان هو يروح المواعيد والاماكن اللي الكتاب محددها له عشان يقابل شخصيات معينه، لكن في شخصيات منهم بتكون رافضه الموضوع ده. يعني ساعات بيروح لشخصيات من اللي موجوده في الكتاب وحققت التوازن وبيلاقي الشخصيات دي رافضه تقابله، وفي شخصيات بتضرب الناس اللي بيروح لها علشان ما يقابلوهوش. شاب بيكون مستغرب ازاي الناس دي مثلا ما بقتش غنيه، وهل الناس دي عندهم تلف فعلا ولسه ما حققوهوش؟ طب لو الناس دي عندها تلف فعلا هم ازاي حققوا التوازن والكتاب ده كاب قصتهم؟ بيستمر هشام في حل اللغز بتاع الكتاب دوت اللي ملوش اخر. استمر هشام ان هو يدور على كل شخصيه علشان يعرف التلف بتاعها فين بالظبط، ولو في تلف موجود لشخصيه من الشخصيات دي هو يقول له عليه ويحققه. لكن بنستغرب ان في شخصيه من شخصيات الكتاب دي لسه زي ما هي فقيره مفيش حاجه حصلت في حياتها جديده، وبيقرر اول مره الشخصيه ديت تروح تشتري الكتاب، وبنعرف ان الكتاب سعره 52 جنيه. ده على كده سعر الكتاب رخيص بالنسبه للناس اللي هتشتريه والجايزه اللي هي محطوطه قدام الكتاب ده. لكن طبعا هشام وخالد صاحبه بيكونوا مش مصدقين اللي بيحصل من الكتاب ده كله وبيكونوا عايزين يكملوا علشان يشوفوا الكتاب هيدفع الجايزه في الاخر ولا مش هيدفع الجايزه في الاخر. كان عاجبني في المسلسل قوي دور احمد مالك اللي انا ما كنتش متعود عليه في الدور ده. يعني احمد مالك عارفين ان هو ملوش دعوه بالادوار التقيله وادوار البطوله والكلام دوت الحاجات العميقه. المسلسل ده نظرتي اختلفت تماما عن احمد مالك، ومش احمد مالك بس، لا ده معظم الشخصيات الشابه اللي ظهرت في المسلسل ده. يعني انت لو اتفرجت على الشخصيات اللي في المسلسل ده في تمثيليات تانية مثلا وشفت ادوارهم هتلاحظ فرق كبير جدا بين الشخصيه دي وبين الشخصيه بتاعت المسلسل النهارده. هشام بيفضل مسحول في الكتاب دوت ورا الغاز الكتاب عشان يوصل لاي حل ويحاول يحقق التوازن زي ما الشخصيات دي عملتها، لكن على الجنب التاني بيكون في شويه شباب مجموعه كده بيحاولوا يعملوا زي ما هشام بيعمل بالظبط. وطبعا بتكون مده قرايه الكتاب ده هم شهرين بالظبط علشان تاخد الجائزه $300,000 لو انت حليت اللغز بتاع الكتاب. طبعا لحسن الحظ ان الشخصيات اللي بتدور ورا الغاز الكتاب دي كلها بتكون صاحبه خالد اللي هو صاحب هشام، وخالد بيكون واخد هشام صاحبه في ميعاد بيتقابلوا فيه هو والخمس شخصيات اللي بيحققوا في الكتاب دول. طبعا هشام بيتفاجئ ان هو جايبه هنا عشان يتعرف على شخصيات جديده. بيقولوا لهشام ان احنا كلنا عايزين نعرف لغز، وبما ان الكتاب ده بيوضح لكل واحد فينا حاجات مختلفه عن نظراتنا لبعض ممكن تكون انت وصلت لنتيجه غير اللي انا وصلتها غير اللي دي وصلت لها، فمش هيجري حاجه لو كلنا جمعنا النتائج بتاعتنا كلنا يمكن نوصل لحل لغز الكتاب، وفي الاخر كلنا ناخد الجائزه $300,000 دولت ونجمعهم على بعض، مفيش حد هيخسر حاجه. في منهم اللي بيوافق يكمل عن الموضوع ده وفي منهم اللي بيوقفش ان هو يكمل. لكن طبعا هشام بيقرر ان هو يكون مكمل لوحده في طريق حل لغز الكتاب ده، بس قبل ما يمشي من المكان اللي هم متجمعين فيه بيحاول يحل شويه الغاز ويفك شفرات من اللي موجوده على الحيطان في المكان ده بالذات، وفعلا بيحاول يوصل لطرف خيط من حل اللغز دوت، وان رقم 2 هو الرقم السري بتاع الكتاب ده. ان ليه كل شخصيه من الشخصيات اللي الكتاب اتكلم عنهم بيكون لازم عندها شخص تاني هو التلف بالنسبه لها، ايا كان الشخص ده شخص حي او شخصيه ماديه. يعني مثلا شخص وفلوس، شخص وابنه،
شخص وبنته، شخص وبيعاني من الجمال الزياده، شخص عمل ذنب والذنب دوت حاجه ماديه هو لازم يتخلص منها او يغفر لها لنفسه، فلازم الشخصيات دي تشيل التلف اللي عندها علشان تحقق التوازن الكامل وتاخد الجايزه. المسلسل ده بيكون عامل خليط كده من مسلسل دارك في الغموض بتاعه ومسلسل مستر روبوت بتاعت العلاقه اللي احمد مالك فيها والكآبه اللي هو فيها والعمق بتاعه، في نفس الوقت مسلسل سكواد جيم الكوري اللي انت بتحاول تحل اللغز وبتحاول تحل المسابقه علشان تاخد اكبر جايزه في التاريخ. يعني مسلسل كده خليط لك بين 3 4 مسلسلات عربي على اجنبي علشان يطلع لك الخليط الجامد ده. مسلسل متميز بصراحه وكان عاجبني جدا. ده كده هشام بيرجع للمجموعه اللي هم ال5 شخصيات دول اللي هم اصحاب خالد، بيوافق ان هو يكون معاهم في حل لغز الكتاب ده عشان يوصلوا للجائزه الكبيره، وبيتفقوا كل 2 منهم يروحوا لشخصيه معينه من شخصيات الكتاب دي يعرفوا منها تفاصيل معينه، اهو يعني بيحاولوا معاهم لان في منهم شخصيات مش هتوافق ان هي تقابلهم وفي شخصيات بتقابلهم عادي، وفي شخصيات بتكون عايزه تعرف مين صاحب الكتاب دوت اللي عمل فيهم كده، لان زي ما بنعرف ان في شخصيه من الشخصيات الكتاب اتكلم عنهم دولت ان مراته بتخونه وبكده يكون الشخص ده اتفضح. وفعلا كل ما شخص جديد بيقرا الكتاب دوت بيروح عند المكان اللي الكتاب محدده وبيلاقي ان مرات الشخصيه اللي الكتاب اتكلم عنها بتخونه فعلا، وكده دي تبقى فضيحه كبيره جدا للشخصيه اللي الكاتب اتكلم عنها. بيكون في طار بين صاحب الشخصيه ديت وبين صاحب الكتاب ان هو عايز ينتقم منه بسبب اللي هو عامله فيه. تعجبني بقى العلاقه اللي بين الشخصيات اللي هم بيدوروا عن حل لغز الكتاب دي، يعني كلهم بيكونوا عايزين يحلوا لغز الكتاب وكلهم دماغ واحده وتفكير واحد، لكن بكل واحد بيوصل لنتيجه معينه. بيفكرني مسلسل سترينجر سينجز اللي احنا اتفرجنا عليه كلنا، اللي هو بتكون مجموعه اطفال بيحاولوا يحلوا برضه لغز العالم التاني، نفس الفكره بالظبط بس دي روايه وكتاب وكلهم عايزين ياخدوا الجايزه. ده كده بنشوف ان هم راحوا لشخصيه من الشخصيات اللي الكاتب اتكلم عنها دي وبيحاولوا يوصلوا الرسمه لشكل الكاتب اللي كتب الكتاب، لكن كل الشخصيات بتتوصل ان اللي كاتب الكتاب ده هو اياد نصار. لكن بيكون السؤال المعين هنا هو الشخصيه اللي شافوها واللي وصفوها هل دي فعلا صاحبه الكتاب واللي كاتب الكتاب ومؤلفه، ولا ده وسيط بس كده بيروح للشخصيات دي يعرف عنهم تفاصيل ويكتبها في الكتاب. بيكون بيلبس خاتم في ايده اليمين والخاتم ده معمول عليه فص احمر، والفص الاحمر ده بيلاقوه في كل الجوابات اللي بتروح لكل الشخصيات. كده بنشوف صاحبتهم اللي هي معاهم في المجموعه ال5 اللي بيحققوا في الكتاب دوت بتروح لدار النشر نشر الكتاب وبتعرض ان هو يعمل مكافاه مليون جنيه على اللي يدل على صاحب الكتاب ده، لان هو بيبرر ان صاحب الكتاب ده ما كانش يعرف ان دوت هيسبب مشاكل لناس كتير جدا، وان هو طبعه خلاص وكان مفكر الكتاب ده مش هيحقق نجاحات، لكن الكتاب حقق نجاحات كبيره جدا وانتشر بطريقه غبيه جدا. بعد كده هشام بيعرض فكره كده لطيفه عن اصحابه، بيقول لهم طب ما احنا بدل ما نروح في الميعاد اللي الكتاب محدده ما تيجي نروح قبلهم مثلا بساعه او ساعتين ونحاول نغير في التفاصيل والمواعيد بتاعه الكتاب ده، وممكن نعرف ان الكتاب ده يكون متفق مع الناس دي ان هم يعملوا تمثيليه نفس الحوار ده بالظبط، ولا الكلام ده كله حقيقي واسطوره والكتاب دوت كان عاملها على ايام زمان وكل ده بيتحقق دلوقتي. وفعلا بيعملوا كده وبيروح الاماكن قبلها بساعه او ساعتين، لكن بيحسوا ان في حد سابقهم بكذا خطوه وبيكون معرف الكاتب ان في حاجه هتحصل دلوقتي، يعني مثلا حد منهم بيخونهم وبيقول للكاتب ان هم يروحوا هنا الساعه كذا فانت حاول تغير في التفاصيل بتاعه الكتاب. الشك بقى بيبدا يدور ما بينهم وبين بعضهم هم ال5، وطبعا بما ان هشام هو اذكى واحد فيهم فما بيكونش عايز يقول لهم ان في حد بيعرف الكاتب كل تفاصيل حياتهم واللي هيعملوه. بعد كده بنشوف شخصيه غنيه جدا اسمه محمود علوان، والشخصيه دي بيكون التلف اللي بيتكلم عنه الكتاب هو الفلوس بتاعته، انه لو اتخلص من الفلوس بتاعته هيتعالج وتكون صحته كويسه جدا بدل ما هو مشلول. طبعا 2 من المجموعه بتاعه هشام بيقرروا ان هم يروحوا يخشوا قصر محمود علوان علشان يعرفوا منه التفاصيل. بنشوف بعد كده صاحبتهم الصحفيه بتتفق مع ابن محمود علوان علشان ما يخلوش الجماعه اصحابها دول يروحوا لمحمود علوان نفسه، لان زي ما بنعرف ان ابن محمود علوان عايز ياخد الفلوس والثروه بتاعه ابوه الكبيره جدا دي، بيكون مانع كل الكتب وكل التليفونات تخش لابوه علشان ما يعرفش ان الكتاب ده بيتكلم عن قصه حياه ابوه، وان ابوه لو استغنى عن الفلوس بتاعته دي وحرقها او رماها من فوق حته معينه حياته هتتظبط. صاحبتهم دي بتكون واخده فلوس من ابن محمود علوان علشان تفضح صحابها، لكن الموضوع بيعدي بسلام عليهم وهم جوه القصر وبيخرجوا من غير اي مشاكل خالص، بس بيكونوا ما وصلوش لحل وبيكونوا شاكين ان فعلا في حد منهم خاين. بيقرروا يغيروا في الخطه ان هم يوصلوا لمحمود علوان عن طريق تليفون يدخلوه عن طريق المحامي بتاعه. طبعا بنشوف ان هم فعلا اتواصلوا مع محمود علوان دوت وجابوا له الكتاب لحد المكتب بتاعه. محمود علوان بيفضل يقرا في الكتاب دوت علشان يعرف ايه المشكله اللي عنده والتلف اللي عنده علشان يحقق التوازن وحياته تتظبط. بعد كده بقى بالمسلسل ده بيبطأ شويه في الاحداث بتاعته وبيفضل بقى كده يمط في الاحداث اكتر من اللازم، وبيفضل بقى يعيد في الحاجات اللي حصلت مثلا زي ان هشام بيحاول يوصل لحل وبيحاول يعرف التلف بتاعه ايه والتلف بتاع الشخصيات دي ايه، وبيفضل كل شويه يروح لشخص من الشخصيات ديت عشان يحاول يساعده ويوصل معاه الحل. وبنشوف العلاقه بتاعته بينه وبين غاده وهو عايز يعترف لها بالاعجاب بتاعه لكن مش بيعرف يعمل حاجه، وبيفضل يخرج معاها ويروح ويجي، وبنعيش بقى حياه الصحوبيه بتاعت الجامعات. وبنشوف طبعا علاقه خالد وهايدي وان هايدي معجبه بخالد وخالد ما بيكونش مهتم بيها، بيكون كل هم خالد ان هايدي اكتر صاحبه ليه، ولو ارتبط بيها طبعا هيخسرها بسبب ان ممكن مشكله تحصل فيخسروا بعض ويخسر صاحبته للابد. بنشوف ان الريتم بتاع المسلسل ده يخف خالص عن ما كان المسلسل بادئ بحماس، بس المط الكتير اللي حصل في نص المسلسل ده مثلا 3 4 حلقات زياده ما كانش لهم لازمه. ممكن المسلسل ده بدل ما يكون 12 حلقه يكون مثلا 8 حلقات ويختصروا الموضوع فيه هيبقى مميز جدا، بس هي دي المنصات المصريه بتحب تمط في الاحداث علشان المشاهدات تزيد، بس ده ما يمنعش ان المسلسل لحد دلوقتي ماشي زي الفل. قرر هشام ان هو يروح لشخصيه علي العوضي
العوضي اللي كانت اول شخصيه الكتاب اتكلم عنها، ولكن هشام بيستغرب لما بيروح بيلاقي ان شخصيه علي العوضي اللي كان شافها في اول المسلسل غير اللي شافها دلوقتي. وبنعرف ان علي العوضي دوت مش شخصيه واحده، ده اكتر من شخصيه حققت التوازن. بس الغريب ان هو قاعد في نفس القصر اللي كان هشام راح له في اول الحلقه. وبنعرف ان علي العوضي دوت اي شخص بيقرا الكتاب لاول مره لازم يعدي عليه ويروح له، ومن هنا بيقرر ان هو يكمل في الكتاب او يرجع تاني ويخلي الكتاب دوت كانه ما دخلش حياته. طبعا هشام بينصدم ان كل دوت كان تبع علي العوضي، وعلي العوضي متفق مع الكاتب ان هو يعدي على اول شخصيه في الكتاب. لكن يا ترى بقى باقي الشخصيات متفقين مع الكاتب بتاع الكتاب ان هم يمثلوا ولا في حاجه وراهم تاني؟ ده كان السؤال اللي بيدور في عقل هشام هو واصحابه كلهم. هشام واصحابه ما بيلاقوش حل غير ان هم يقنعوا الشخصيات اللي موجوده في الكتاب دي ان هي تحقق التوازن وتخلصوا من التلف اللي في حياتهم ايا كان. وفعلا هشام بيحاول يجمع شخصيتين من الشخصيات الخمسه اللي الكتاب متكلم عنهم، لكن بيستغرب ان هم عارفين بعض، وده بيكون غرض الكاتب من كتابه الكتاب بالشخصيات المعينه دي. وبيعرف ان الشخصيات كلها مرتبطه ببعض وكلها ممكن تحقق التوازن في وقت واحد، وان في علاقه بتربط الشخصيات دي ببعض من زمان لحد دلوقتي. بنعرف ان في الاخر الكتاب ده هيحقق التوازن بتاع الشخصيات دي غصب عنهم مش بمزاجهم. كده هشام وخالد بيجيبوا كتاب قديم جدا بيعرفوا فيه ان القصص اللي موجوده في كتاب تحقيق دوت كانت موجوده زمان، وان الكتاب واخد الشبه بتاعهم دوت بالظبط وحطها في كتاب تحقيق. بس بيكون الغرض من الكتاب دوت ان كل الشخصيات اللي الكتاب متكلم عنها عندها ذنب معين ولازم تتخلص منه. الذنب ده بيكون هو التلف اللي عند الشخصيات دي، اللي لو خلصوا نفسهم من الذنب بتاعهم ضميرهم هيرتاح. يعني مثلا شخص قتل حد فهيبقى عنده ذنب ان هو قتل الشخص ده وهيعيش ضميره مش مرتاح، فلازم يضحي بحاجه معينه علشان ضميره يرتاح ويبقى حاجه ضحى بيها بيحبها مقابل الذنب اللي هو عمله. دي قصه وفكره الكتاب بتاع تحقيق. نشوف ان في شخصيه من شخصيات الكتاب كان عندها ابن هو بسبب التلف بتاعها، مع مرور الوقت بيكون صعب ان هي تقتل ابنها وتتخلص من التلف بتاعها، لكن طبعا بنشوف ان هي قتلت ابنها وابنها ده كان طفل ما بيعديش الا 4 سنين. كده تكون هي شالت التلف بتاعها وحققت التوازن اللي الكتاب كان بيتكلم عنه في الشخصيه دي. بعد كده بنشوف ان شخصيه عماد اللي الكتاب متكلم عنها في سوره رموز برضه حققت التوازن اللي الكتاب كان طالبه منه. بس هشام واصحابه بيكونوا بيسالوا نفسهم سؤال، واحنا كده بنساعد اللي كاتب الكتاب دوت ولا بنكون ضد اللي كاتب الكتاب؟ هما كل همهم عايزين يوصلوا لحل لغز الكتاب ده كله، ما بقاش همهم الفلوس. يجي اخر ليله في الشهرين بتاعه الكتاب دوت وبيكونوا كلهم متجمعين علشان يشوفوا اخر نتائج وصلوا لها لحل لغز الكتاب ده. بيجي لهم خبر ان صاحبتهم الصحفيه هي الوحيده اللي بتوصل اخبارهم للكاتب، بس بيكون عن طريق وسيط طبعا بينها وبين الكاتب، وهي ما تكونش عارفه مين الكاتب دوت. اتاكدوا ان كان في حد سابقهم بخطوه وخلاص عرفوا ان مين الحد اللي كان سابقهم بخطوه ده، وهي صاحبتهم الصحفيه. لكن في لحظه كده هشام بيحاول يربط الاحداث كلها ببعض، وفعلا بيتخيل ان كل الشخصيات بما انها عارفه بعضها اكيد التلف بتاع كل الشخصيات ديت بيكون تلف معين من حاجه معينه، وبيكون لازم لو اتخلص منه كل شخصيه دي لهم يحققوا التوازن في وقت واحد. يعني مثلا شخصيه التلف بتاعها ان هو عنده فلوس كتير، لو اتخلص من الفلوس بتاعته ديت في شخصيه فقيره من الشخصيات هتلاقي الفلوس دي تبقى حققت التوازن بتاعها، في حين ان الشخصيه دي ممكن تكون فقيره والتلف بتاعها شايفاه ان هو ابنها، فلما تقتل ابنها والشخصيه الثانيه ترمي الفلوس والشخصيه اللي قتلت ابنها تلاقي الفلوس، فكده تكون هي بقت غنيه وحققت التوازن. وده كله طبعا كلام كذب لان مفيش حاجه كامله. وبيوصل هشام واصحابه ان التوازن اللي عشان الشخصيات اللي الكتاب اتكلم عنها ده كله يحصل لهم بالظبط يكون في مكان معين الكاتب محدده في الكتاب بتاعه، ان في شخصيه هتروح ترمي الفلوس من فوق البنك، وفي شخصيه هتكون شايفه حياتها الجديده في البنك وتنتحر، وفي شخصيه هتلاقي الفلوس اللي اترمت دي كلها وتاخدها وتبقى غنيه. وبكده يبقى الخمس شخصيات اللي الكتاب اتكلم عنهم حققوا التوازن ما عدا عمر العوضي، لان عمر العوضي ده اصلا تبع الكاتب في الاول وفي الاخر. فعلا هشام واصحابه بيقرروا كل واحد فيهم يروح لشخصيه من الشخصيات في اليوم اللي الكاتب محدده ان هو يحصل فيه التوازن، يحاولوا يعطلوا الشخصيات ديت عن ان هم ينزلوا ويروحوا المكان اللي الكاتب محدده دوت علشان يمكن دي حل المشكله. لكن بيتفاجئوا ان محمود علوان الشخص الغني جدا اللي عنده فلوس كتير وابنه طمعان فيها راح المكان اللي الكاتب محدده فعلا، وان هو خرج من القصر من غير ما حد يعرف، ويكون الغرض بتاعه ان هو يطلع يرمي الفلوس زي ما الكاتب قال في الكتاب بتاعه بالظبط، وبكده يكون حقق التوازن وصحته ترجع طبيعيه. طبعا الشله بتاعه هشام بتتجمع عند البنك دوت علشان تشوف التوازن هيحصل ازاي، لكن هشام بيكون عاوز يمنع محمود علوان ان هو يرمي الفلوس بتاعته لان بيكون خايف ان يكون دوت غرض من الكتاب معين ان هو يدمر حياته مش يصلحها. لكن بالفعل محمود علوان بيطلع على فوق البنك دوت وبيرمي الفلوس بتاعته كلها، والناس بتتلم وفي منهم واحد من اللي كان الشخصيات موجوده في الكتاب بياخد فلوس من الفلوس دي. بيحس محمود علوان بالتوازن وبيحس ان هو نفسيته ارتاحت اكتر من الاول وخلص نفسه من الهم اللي كان عنده اللي هو الفلوس. بعد كده بنعرف ان الكاتب بيكشف نفسه لهشام، وبيكون كشف نفسه لهشام في نفس المكان اللي هشام راح فيه القصر بتاع عمر العوضي في اول المسلسل. وبنعرف ان اللي كاتب الكتاب ده شخصيه بنت مش شخصيه ذكر. بنعرف ان اياد نصار دوت كان هو الوسيط بين الكاتب وبين كل الناس اللي بتطبع الكتاب وكل حاجه بتحصل تبع الكتاب. وبنعرف ان الكاتبه اللي كتبت الكتاب دي بتكون كل هدفها ان كل شخص عنده ذنب يحاول يتخلص منه علشان يحقق التوازن النفسي.
النفسي. طبعا بتكون لعبه على عقل كل الشخصيات اللي بتقرا الكتاب ان هم يدوروا ورا الحل بتاع لغز الكتاب ده، وبيكون عندها حق ان هي لو انت عندك ذنب واتخلصت منه انت كده نفسيتك هترتاح وضميرك هيرتاح، وبكده انت حققت التوازن جوه نفسك. ان هشام بيسالها طب انا كده كنت فاكر نفسي ان انا ضدك وفي الاخر طلعت ان انا بساعدك وبكذب على الناس دي كلها. لكن هي بتقول له انت ما كدبتش على الناس دي كلها، الناس دي كلها كانت عامله ذنب كبير وكانت عايزه تخلص نفسها منه، لكن ما كانتش عارفه الطريقه الصحيحه اللي هي تخلص نفسها من الذنب بتاعها ده وتريح نفسها. فانا لما عملت كتاب عن طريق اسطوره كانت موجوده زمان لقيت ان فعلا شبه الحاجات اللي موجوده دلوقتي، وكل شخص من الشخصيات اللي انا اتكلمت عنهم دول بالعنوان المحدد بتاعه كان فعلا لقى الشخصيه بتاعته موجوده في الكتاب. وبما انه ما كانش عارف الحل بتاع التوازن النفسي بتاعه فلقاه في الكتاب فقرر ان هو يعمله بمزاجه وما بقاش غصب عنه زي ما انت كنت فاكر. بتقول له انا في اول صفحه في الكتاب قلت لك ان اللي بتشوفه عكس اللي انت بتكون عارفه، وان ممكن انت تكون شايف حاجه فعلا قدامك وبتكون فاكرها ان هي دي الصح، لكن بتطلع ان دي حاجه وهميه ومش الصح، والصح حاجه تانية انت مش شايفها. طبعا ده اللي بيكون حصل لهشام واصحابه ان هم بيكونوا بيدوروا على لغز معين واللغز اللي بيدوروا وراه مش هو ده الحل الصحيح. الكاتبه اللي كاتبه الكتاب دي بتدي لهشام الهديه بتاعته اللي هم ال 300,000 دولار لانه هو حل لغز الكتاب، وبتسيبه وتمشي وبتقول له خلي بالك من نفسك والكتاب ده اعتبر ان انت ما شفتوش تاني. بياخد هشام المكافاه اللي هم ال 300,000 دولار وبيرجع تاني للشله بتاعته بيجمعوا الفلوس دي عليهم هم الخمسه. كل شخص بياخد نصيبه من الفلوس وبعد كده الشخصيات دي بتفترق وكل واحد بيشوف هيحقق حلمه ازاي بالفلوس اللي هو خدها دي. بعد كده بيعرفوا ان الكتاب اتشال من السوق تماما ومن كل المكاتب ومبقاش فيه حاجه عن الكتاب ده موجوده خالص، وبكده يكونوا حلوا لغز الكتاب وخدوا جايزه الكتاب ديت ويكونوا ساعدوا الكاتبه ان هي تحقق التوازن في حياه معظم الشخصيات اللي ضميرها مقن. وبنشوف ان هشام بقى مع غاده وان هو ارتبط بغاده وحياته بقت جميله وان هو حقق التوازن النفسي بعد ما خلص الكتاب. وبنشوف ان كل شخصيه من اصحاب هشام كل واحد فيهم حقق حياته اللي هو كان عاوزها بعد ما خلص الكتاب ده ووصل لحل اللغز. لكن بعد كده في اخر 5 دقايق في الحلقه بنشوف ان هشام قاعد مع غاده صاحبته على المقطم، بيجي له رساله على الموبايل بتاعه كده وفيها صوره كتاب تحقيق، ولما بيفتح الصوره بتاعت الكتاب وبيقلب في الغلاف بيلاقي ان هشام شخصيته بقت من ضمن الشخصيات اللي الكتاب بيتكلم عنها. فطبعا هشام بيتصدم ان شخصيته الكتاب اتكلم عنها وبقى من الشخصيات المهمه في الكتاب ده، وده يخلينا نتطرق ان في جزء تاني هيتعمل للمسلسل دوت ويكون من ضمنه بيحكي عن قصه حياه هشام. بس يا ترى الكتاب دوت هيعرض قصه حياه هشام دي ازاي؟ يعني هل هيطلع التلف اللي عند هشام وهشام هيحاول يتخلص منه لان هشام مش هيكون عارف التلف بتاعه فين بالظبط، ولا هيصور صوره هشام ازاي بالظبط في الكتاب؟ اكيد هنعرف لو في جزء تاني اتعمل المسلسل ده. وبس كده بيكون المسلسل خلص وبيكون متكون من 12 حلقه نزل امبارح على منصه واتش ات. وزي ما انا قلت لك المسلسل ده شبابي وبيكون بيتكلم عن معظم الروايات اللي انتوا بتحبوها، وطبعا اي حد بيكون ما بيحبش الروايات مش هيحب يتفرج على المسلسل ده، لكن ممكن الحاجه اللي تشد للمسلسل هي المغامره ورا حل الالغاز. وكانت بتعجبني قصه هشام باصحابه اللي هم الشله اللي كانوا بيحاولوا يحلوا المغامره بتاعه الكتاب ده. لكن انطباع عن المسلسل ده ممكن اديله 9.2 لان المسلسل عجبني، ولو المسلسل ده كان 8 حلقات بس ومش 12 حلقه وما كانش فيه مط كتير واحداث متكرره كان ممكن المسلسل ده ياخد 10/10. وده تقييم الشخصي، ممكن يكون انت عندك تقييم تاني ممكن تديله 7 ممكن تديله 8، كل واحد شايف المسلسل من جهه معينه. بس كده واكون متوقع ان المسلسل ده يحقق شهره كبيره لان المسلسل لسه ما كملش يوم. من عجبتك الحلقه بقى دوس لايك وفعل الجرس واشترك في القناه واكتب كومنت كده لو انت عندك اي تعليق عن الحلقه، ولو انت عايز نعمل اي حاجه انت عايز تعمل عنها مراجعه ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي هتيجي ان شاء الله الجايه. بس كده كل خلصت لكم مسلسل تحقيق اللي لسه نازل وكان بطوله احمد مالك. في الحلقات الجايه ان شاء الله وهتوحشوني جدا 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 يا قفله منجيه. شوفوا الشوكه على خير، سلام عليكم.